السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني. تعالوا يلا النهاردة نعمل فراخ متبلة بتتبيلة عمركم ما هتبطلوا تعملوها بالتتبيلة دي. الريحة فظيعة بتاع التتبيلة، تتاكل نية كده. يلا ورايا وهكتب لكم بالمكونات في صندوق الوصف. هتجيبوا بصلتين، طماطمايه، قرن فلفل اخضر. ده الحاجات الجامدة. تعالوا بعد كده حطوا ليمونة بقشرها، قطعوها وحطوها كل ده في الكبة او في الخلاط لو ما عندكيش كبة اي حاجة. طب هنمشي الخلاط بايه؟ لو في الخلاط كده كده هنحط شوية خل في الكبة. لو في الخلاط زودي الخل شوية، مش هيأثر معانا. حطي شوية خل، حطي شوية زيت صغننين خالص، معلقة عسل ابيض، وحطي معاهم مايونيز، كاتشب بنسب متساوية. وحط كمان يا حبيبة قلبي توم باودر، بصل باودر، فلفل اسمر ده اساسي، فلفل اسمر ده اساسي. بهارات، السبع بهارات، الملح بتاعك، اي بهارات فراخ عندك حطيها. ما عندكيش اكتفي بهذا القدر. بجد بجد هتاكلي احلى فراخ هتدوقيها. نقفل كده على التتبيله دي ساعه واحده على التلاجة، ونرجع لكم بعد ساعه. طبعا هنرجع بعد ساعة. نسيت اقول لكم انا ما كانش عندي زبادي. اللي عنده زبادي يحط معلقة زبادي بتطري الفراخ جدا. ما عندكيش زبادي تقدري تستغني عنها. وان شاء الله هتاخدي احلى طعم فراخ واحلى تتبيلة هتجربيها في حياتك. وهنا بعد ما تبلناها ساعة يا حبايب قلبي، دخلناها حطيناها الاول على البوتاجاز فوق لحد ما استوت خالص، ودخلتها على الشواية خدت لون حلو. قلبتها على الوجه التاني خدت لون حلو. وملحقتش والله اصورها لكم من جمال الوصفة. يعني لسه بطفي نصها التاكل. الف هنا عليكم يا حبايبي، جربوا الوصفه دي هتعجبكم جدا. احلى تتبيله فراخ هتجربوها.